عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوات مباركة، وأعتذر عن الانقطاع الخارج عن إرادتي. حياكم الله جميعا. اليوم سنتحدث عن موضوع، بحكم أنه شهر رمضان نتحدث عن موضوع روحاني، وهو موضوع الصلاة. لماذا لا تؤثر الصلاة في حياتنا؟ لماذا لا تؤثر الصلاة في سلوكياتنا؟ ولكننا سنتحدث اليوم بصراحة جارحة. أنت تمارس في المحراب أي في الصلاة دور الشبح، جسد يتحرك، يركع، يسجد، يتمتم بكلمات عربية فصحى، لكن الوعي ميت تماما. المأساة ليست في النفاق، أنت لا تقصد خداع الناس. المأساة في الأتمتة، يعني أنه الترديد، الأجوف، الجاف. لقد حول عقلك الباطن الصلاة من لقاء وجودي مهيب مع ملك الملوك إلى عادة روتينية يؤديها المركز العصبي المسؤول عن الحركات اللا إرادية، مثل قيادة السيارة دون تفكير. أنت تصلي بالذاكرة العضلية لا باليقظة القلبية. الصلاة عند البعض أو عند الكثير مثل قرص العلاج، إسكات، مهدئ. لماذا نصلي بهذه السرعة وهذه الآلية؟ الحقيقة النفسية المرعبة، نحن لا نصلي لنتقرب من الله، بل نصلي لنتخلص من الشعور بالذنب. الضمير لديك يعمل مثل منبه مزعج، يصرخ في رأسك: عليك فرض، عليك فرض، عليك صلاة، عليك. فماذا تفعل؟ تروح تعمل، يعني تذهب إلى الصلاة ككبسولة مهدئة سريعة المفعول لتخلص ذلك الصوت المزعج داخلك. أنت لا تبحث عن الرضا الإلهي، أنت لا تبحث عن الرضا الإلهي، أنت تبحث عن السكوت الداخلي. أصبحت الصلاة فاصلا إعلانيا مملا يقطع فيلم حياتك الممتع، وتضغط زر سكيب يقصى سرعة لتعود إلى متعة الحياة. هل حدث أن قلت السلام عليكم في يوم من الأيام وانتبهت فجأة وبدأت تفكر هل صليت أو قريت إيش الفاتحة؟ خذ أي واحد الآن في أي صلاة من الصلوات تقول له إيش صليت؟ ما هي الصورة التي قرأتها؟ 99% لن يتذكر ماذا قرأ. لماذا؟ لأن اللسان يقرأ المحفوظات القديمة آليا دون مرور المعنى على القلب. الجسد يؤدي الحركات الرياضية ببراعة، والعقل يذهب في رحلة لحل مشاكل العمل أو التخطيط للعشاء، أو أنت في هذه اللحظة مفعل، يعني وضعية الطيران. جسدك يتحرك مع القبلة وروحك مقفلة عن الحضور مع الله. أنت مجرد جهاز يعمل لكنه مفصول عن الشبكة. تخيل أنك ترسل رسالة لملك عظيم كل يوم 5 رسائل، الظرف فخم والطوابع موجودة والعنوان صحيح، لكن الملك حين يفتح الظرف يجده فارغا، ورقة بيضاء ليس فيها كلمة حب ولا طلب ولا اعتذار. هذا هو حال صلاتنا الميكانيكية. الشكل الخارجي، الظرف صحيح فقهيا، وضوء، استقبال القبلة، الستر، ولكن الرسالة فارغة، المضمون الداخلي فارغ، لا قلب، لا حب، لا افتقار. تكثر من المغلفات الفارغة ثم تتعجب لماذا لا يتغير شيء، لأنك لم ترسل قلبك أصلا، أنت أرسلت غلافا والغلاف مكانه سلة المهملات. لو زارك ضيف مهم وجلست معه لكنك طول الوقت يعني تنظر في الساعة أو تتململ، تتحدث بسرعة، تنظر للجوال، عيناك على الباب، ما هي الرسالة الضمنية التي ترسلها له؟ الرسالة هي: أنت ثقيل علي متى ترحل. هذا باختصار. حين تقرأ الفاتحة في نفس واحد وتنقر الركعات كنقر الغراب وتتأفف إذا طال الإمام، نحن نرسل لله رسالة جارحة جدا دون أن ننطقها، كأنك تقول لله: يا رب لقاؤك عبء وأنا أريد العودة لحياتي الطبيعية. سامحوني على الصراحة، لكن هذا هو الواقع، وأكبر دليل عليه سلوكيات الناس التي لم تتغير. يدخل الصلاة هو كذاب ويخرج هو كذاب، ما تغيرت حياتك. نحن نعامل الصلاة كأنها ضريبة نتهرب منها، لا غنيمة نسعى إليها. نحن نتعامل مع الله بذهنية الموظف البيروقراطي، يعني هم فقط إبراء الذمة. هل صليت؟ نعم. أنت تركز بس على صحة الصلاة فكريا وتلغي قبول الصلاة قلبيا. تخرج من الصلاة أول شيء هل نسيت ركعة، ولا تسأل نفسك هل نسيت قلبي. همك أنك أديت الفرض وعملت الركعات تمام، وضوءك كان صحيح، وكانت القبلة صحيح، بس هذه اللي يهمك في موضوع الصلاة، علشان فقط تضمن عدم دخول النار. ولكنك بصلاتها